الدون دقيقه بس عندي مكان. الدون عاهه على النادي، الدون عاهه على النادي. تعبنا احنا نقول الدون عاهه على النادي. ما تفهمون ما تفهمون، لو سمحت فهمهم فهم. الدون عاهه على النادي، عاهه على النادي، عاهه على النادي قبل الهلال. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اقسم بالله ان رونالدو شبه لاعب، والله يعني والله انه أنا مو ناوي لاعب ما أحكي على يعني التخاذل والخذلان. يعني أسطورة اقسم بالله انا الأساطير سجلها اللي قدام ينحكى المرمى، بحق. والله انا صح سجلها. أنا طيب برشلوني خذلان وميسي، تسلي يطلع برا، بس يطلع برا كريستيانو اول وبعد رونالدو يطلع أفضل هداف كريستيانو. بالتاريخ، انت هذا في ما خلاف بيختلف تيم عليه وتحطوا أي صوره اثنين، خلوه والأرقام شباب هي اللي الملعب بتحكي. تسوي 6 فرص لا أنا اليوم، ولا أنت 6 ولا فرص. غيرك. يطلع مشجع مستهتر عم يحكي الكلام وخسر فريقك. يعني رونالدو شو، مو هو الوحيد اللي ضيع فرص. كل ضربات جزاء خسرت المباراة، ما خسروا بالفرصة اللي ضيعها كريستيانو رونالدو. يعني خسرت من ضربات الجزاء اللي ضيعوها كل اللعيبة إلا هو اللي سجل. يعني تمام، يعني تمام، ضيع كريستيانو، ضيع فرصة. اتفاجأ بالكرة وسبحان الله ما إلها نصيب تفوت الطابة على المرمى. وفي كرات تانية تألق فيها جبل حفيد خالد عيسى. رغم هالشي طلعت المباراة لضربات الجزاء، وكريستيانو الوحيد من فريقك انت اللي جاي عم تبعبع وتحكي كلام هي بينحكى بحق اسطورة. بحق اسطورة عمل لك الدوري السعودي عالمي. انت بتعرف لولا ما اجا كريستيانو رونالدو على الدوري السعودي كل هاللعيبة هي اللي بتعتبر الصف الاول ما حدا كان اجا. وحكينا عليها كتير فيديوهات انه جية رونالدو مو يعني لاعب اكثر ما هو عمل كل شيء بينعمل للدوري السعودي. شهره للدوري السعودي، اللي بيحب يقبل بهالكلام يقبل، ما بيحب على كيفه. ليطلع مشجع مستهتر، طلع احكي على لعيبتك اللي ضيعوا الضربات جزاء. ليش عم تحكي على كريستيانو؟ احكي عليهم. ضيع فرص، تمام، مو تضييع الفرص هو اللي روح المباراة. المباراة وصلت لضربات جزاء وكلهم ضيعوا ضربات جزاء إلا رونالدو هو اللي سجل. بدل ما تحكي على رونالدو اطلع احكي على هي اللعيبة اللي ضيعت ضربات جزاء، ولا على حارسك اللي عطاهم. يعني بدل ما عم تتفزلك تحكي على كريستيانو رونالدو، احكي على الحارس اللي عطى نادي العين هدف ببلاش. ما انت عم تقول انت لساتك ما طلعت من البيضة، شو عم بتقول؟ اني اسجله للجول؟ انت نفسك فيك تصدق انت لهي الطابة اللي الحارس تبعك عطاهم اياها جول ببلاش. فلا يعني من المعيب انا كبرشلوني زعلت. طبعا نحن على فكرة عم بحكي عن البرشلوني المعتدل والريالي المعتدل. مستحيل حدا يرضى لا بالإساءة ان كان لكريستيانو او لميسي او لريال مدريد او لبرشلونة. هي عند كل الناس اللي بتفهم كرة قدم واللي تعرف شو يعني احترام وأدب وترباية، ما بتغلط. لا بتغلط بصانع محتوى، لا بتغلط بلاعب، لا بتغلط ممكن بتعصيبة بس يحكي كلمة فشة خلق، بس ما غلط. ولو حس حاله غلط بيطلع بفيديو تاني وبيعتذر، لأنه المربى غالي. وصدقني وقت بتكون عداوتك مع أصيل، أهل المثل ما تركوا شيء إلا قالوا. صدقني ما تركتوا له حل للدون إلا أنه يغادر الدوري السعودي. كل الأندية بكل مباراة بيصرخوا عليه ميسي ميسي، وصاروا يعملوها على ابنه. وهي هلا يعني التصريحات، يعني هي التصريحات بكره وقت بده يشوفها هو كريستيانو بالاعلام ويترجموا له اياها ويقولوا له هدول مشجعين نادي النصر عم يحكوا عليك، شو تخيلوا منه؟ انا كنت لساتني مثل هذا اللي كان عم يحكي على كريستيانو رونالدو. عم نلعب مباراة نهائية بأحياء شعبية وضيف جاي يلعب ضيف مع الفريق. قسما بالله يعني لاعب منهم هو الكبير بالعمر لعب لي الطابة، انا عم بلعب على الخط، لعب لي اياها باص مفروض اخذها وانا اروح باتجاه المرمى، عم هدي الطابة عم تمرس من تحت رجلي ضل طالع على الاوت. بتصير عرفت شلون؟ يعني انا بدي اعمل له ستوب، هو لاعبها قويه وعم تفتل الطابه هيك، قام وقت اللي حطيت رجلي فوق ما وقفت طلعت من وانا جنب الخط، يعني قام صرخ بطريقه يعني عشوائيه.
ونحن بدك تحكي اولاد. انا اخذت على خاطري وعملت هيك، بدي اشلح الكنزه، قام ركض لي واحد ثاني قال لي ما بدي الله يذكره بالخير ويوجه له الخير، ماني قاعد، ما بحب اذكر اسماء لك لانهم يعني صدقني وقت اللي هلا بتجي هالسيره العبره بتخنق الدنيا كلها. سلامات. اصعب من الذكريات ما فيها شباب.